السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومستمرين برضو في شرح كونكت سنة 5 الترم التاني، واحنا دلوقتي في page 20. بيقول بقى listen and write true or false، يعني استمع واكتب صح أم خطأ. Hannah's family moved to a new apartment in Cairo، يعني عائلة هناء أو عائلة هناء moved to a new apartment in Cairo، يعني انتقلوا إلى شقة جديدة في شقة جديدة في القاهرة. يبقى البنت كان اسمها هناء، يبقى هي true صح. The new apartment is near the pyramids، الشقة الجديدة بالقرب من الأهرامات. لا طبعا، ما قالوش كده ان هي قريب من الأهرامات، طبعا الكلام ده خطأ. There is only one bedroom in the new apartment، هناك هناك غرفة واحدة فقط في الشقة الجديدة. لا طبعا في أكتر من غرفة. Hannah shares a room with her younger sister، هناء تشارك غرفتها مع أختها الأصغر. لا هي كانت مع أختها. مش عارف بقى أميرة دي أصغر ولا أكبر. أنا مش عارف أختها أكبر ولا أصغر بصراحة. طيب أنتوا بقى أدرى، أنا مش عارف. تمام، هي مع أختها خلاص، نخليها ترو بقى مع أختها وخلاص. تمام. طيب listen and complete، يعني استمع وأكمل، يعني هنقول الكلمة وإحنا نكملها. We live in a small town، نحن نعيش في قرية صغيرة أو في مدينة صغيرة. town هنا ممكن على أنها مدينة صغيرة. TOWN. There is one white حاجة in my bedroom، هناك حاجة بيضاء في غرفتي. هي برضو دي استماع، نصوص استماع، فالمفروض مش عارف نصوص الاستماع فين. أيوة نصوص الاستماع أهي. معلش، ده كان هو دي كان هنا في نص استماع هنقراه، وبعد ما برضو نفس النظام، بيبقى في نص استماع وبتبقى في أسئلة على نص الاستماع ده. فهنرجع بقى لنص الاستماع تاني ونرجع هنا تاني. فنص الاستماع هنا بيقول، أنا طبعا هقراه من غير ما نشوف عشان نحل. Hannah's family moved to a new apartment in Giza، يعني عائلة هناء انتقلت إلى شقة جديدة في الجيزة، It's much bigger than their old apartment، إنها أكبر بكثير من شقتهم القديمة. The new apartment is near the pyramids، الشقة الجديدة بالقرب من الأهرامات. There are 3 big bedrooms، هناك ثلاث غرف كبيرة. Hannah shares a room with her younger sister Marwa، هانا تشارك غرفتها مع أختها الأصغر أو أختها الصغرى مروة. All the family like the new apartment، كل الأسرة تحب الشقة الجديدة. طيب يبقى هنا Hannah's family moved to a new apartment in Cairo صح،
the new apartment is near the pyramids. أنا كنت قلت غلط، هي صح، معلش هي صح، أنا الغلط. There is only one bedroom in the new apartment. غلط، هناك أكثر من غرفة، هناك أكثر من غرفة. Hannah shares a room with her younger sister. True زي ما احنا قلنا. وبعدين بقى في نص استماع، بعد ما نسمعه هنكمل الفقرة دي. نص الاستماع بيقول ايه بقى؟ We live in a small apartment. نحن نعيش في شقة صغيرة. But I like our apartment. ولكني أحب شقتنا أو بيتنا يعني عامة. It's comfortable and tidy. إنه مريح ومرتب. I have a small bedroom. أنا عندي غرفة صغيرة. There is one white bed in my bedroom. هناك سرير أبيض في غرفتي. I have a wooden desk to study on it. أنا عندي مكتبة خشبية أذاكر عليها أو أدرس عليها. There is a balcony in our apartment. هناك شرفة في شقتنا. You can see an amazing view from the balcony. يمكنك أن ترى منظرا رائعا من الشرفة. يبقى دي كده نصوص الاستماع، نبقى نرجع لها. يبقى هنا بعد ما استمعنا نحل. يبقى we live in a small town، دي غلط. We live in a small apartment. ونحفظ بقى كلمة apartment. A يبقى أول كلمة نركز في حفظها كلمة apartment. A-P-A-R-T-M-E-N-T. نقعد نحفظها كده، تمام. There is one white in my bedroom. هناك إيه أبيض في غرفتي؟ هناك سرير أبيض. white bed. B-E-D. نحفظ كلمة bed. I have a wooden to study on it. أنا عندي إيه خشب بذاكر عليه. I have a wooden desk. D-E-S-K. You can see an amazing view from the balcony. يمكنك أن ترى منظرا رائعا من البلكونة أو الشرفة. بعد كده read and match A with B. اقرأ وصل العمود A مع B. How long did you هنا how long did you يبقى بدأ بسؤال، يبقى هنشوف الكلمات اللي فيها استفهام في الآخر دي. هي how long did you big or small، يعني بقالك قد إيه، كبير ولا صغير، ولا بقالك قد إيه you live، ولا بقالك قد إيه عايش في القاهرة. يعني بقالك قد إيه عايش، ولا بقالك قد إيه عايش في القاهرة. تقريبا how long did you live in Cairo. in Cairo. يبقى 1 مع E. يبقى 1 مع E. تمام. where do برضو سؤال، مدام where بدأ بكلمة استفهامية يعني أين، هنبص للجملتين اللي هنا فيهم إيه نهايتهم سؤال. where do you live، صح، دي الطبيعية، أين تعيش. يبقى 1 مع 2. welcome to my يعني أهلا بكم في my from my apartment, my a great view, my new apartment. welcome to my new apartment. أهلا بكم في شقتي الجديدة. Is your house big or small؟ هل بيتك صغير أم كبير؟ 4. This bag is a gift from my aunt. هذه الحقيبة
أو هذه الشنطة هدية من عمتي أو من خالتي. يبقى هنا number 5 هنا. طيب خلي بقى page 21 نعملها المرة الجاية عشان برضو ايه ما نطولش في الفيديوهات. وشكرا على المتابعة.